بداية هذه الحصة اليوم من برنامج صدى الملاعب، وهو مرتبط بطبيعة الحال بمباريات ديال كرة القدم. الكل تابع مباراة الرجاء البيضاوي وفريق تونغيت السنغالي اللي تقصى من خلالها فريق الرجاء البيضاوي بالضربات الترجيحية، وبالتالي كان النقاش أكثر على الملعب، ملعب مركب محمد الخامس مدينة الدار البيضاء، صعوبة تحرك الكرة وسير الكرة. كانت أمطار يعني كثيرة هطلت على مدينة الدار البيضاء يوم المقابلة، وهذا هو اللي خلى يطرح سؤال يعني شنو هما الحالات والظروف الوضعيه اللي يمكن حكم المقابله انه يوقف المباراه او لا يرفض انه تلعب المباراه، ولا يعني ما تلعبش المباراه في الوقت ديالها المحدد، ويكون هناك حلول اخرى. للحديث عن هذا الموضوع مشكورا ينضم الينا السي عبد الكبير بولحجار، حكم وطني سابق في كره القدم، مكون وايضا عضو اللجنه الجهويه التحكيم بعصبه الجنوب لكره القدم. السي عبد الكبير بولحجار، مرحبا بك معنا على غادي بلوس. شكرا الاخ صراف، ومرحبا بالمستمعين الكرام. نعم، اذا السي عبد الكبير بولحجار، الحديث خلال هذه الايام ديال متتبعي كره القدم هو ما وقع على ارضيه مركب محمد الخامس مدينه الدار البيضاء، يعني المشكل ديال الامطار وصعوبه تحرك الكره. هنا كنطرحوا سؤال يمكن عام. الحكم ديال المباراة يعني فضل أن تجرى المقابلة ولا يتم تأجيلها أو عدم لعبها. إذن السبب الكبير من خلال التجربة ديالك الكبيرة في مجال كرة القدم وفي إطار التكوينات اللي كتعطيوها للحكام ديال كرة القدم على مستوى عصبة الجنوب، وأيضا على غرار باقي العصاب ديال المغرب، وعلى مستوى المديرية ديال التحكيم، شنو هو الحالات اللي يمكن الحكم ديال المباراة يعني يرفض أنه يجري المقابلة ديال كرة القدم في حالة وجود قوة قاهرة على أرضية الملعب؟ الحالة اللي وقعت بالنسبة للمباراة ديال الرجاء البيضاوي والحالة التي كان عليها الملعب، فطرحت عدة أسئلة وخلت الناس أنهم يقولوا واش كان بالإمكان الحكم أنه يعني ما يلعبش ديك المباراة أو أنه يوقفها فاش تكون ملعوبة، عندما يتضح له أنه أرضية الملعب أصبحت يعني تشكل خطر لا على اللاعبين ولا على حتى الحكام. فهنا كنقولوا بأنه الحكم هو الوحيد الذي له الصلاحية يعني باش يقرر واش يجري المباراة أو لا. ولهذا الغرض أنه الحكم كيجي يعني ساعتين قبل بداية اللقاء، يعني من ضمن يعني المهام ديالو قبل بداية اللقاء وهي يعني مراقبة الملعب، أرضية الملعب، المعدات ديالو والترفاج، ويعني كل هذه الأمور هذه. في حالة المباراة ديال الرجاء البيضاوي فالحكم اللي كيدخل كيشوف مادام أنه كنلعبوا في ملعب اللي هو دولي، وكان عندنا هذه الإشكالية ديال الأمطار والمياه، يعني أصبح ديرات مائية في الملعب، فملي كيدخل فهو ما كيتخذش القرار ديال أن المباراة ما تلعبش، يعني هي بمجرد أنه كاينه الأمطار. فكيشوف كيدخل الملعب وكيفيريفي، كيدخل بالكرة وكيفيريفي أرضية اللعب بالكرة، يعني كيلعب الكرة وكيلحق البلايص اللي هما فيهم الماء، كيشوف واش الكرة واش عندها يعني دوك الديرات المائية عندها تأثير على السير ديال الكرة أو لا. فمن خلال هاد لي زيستي هادو اللي كيدير قبل بداية اللقاء فيمكن أنه ياخذ القرار ديالو، سواء يعني عدم لعب المباراة أو بلاعبها، هذا قبل بداية اللقاء. نعم، جيد. إذا كما ذكرت السي عبد الكبير بولحجار، فالحكم لديه السلطة والقانون أنه تخول لأنه يشوف ويراقب يعني الملعب واش هو صالح لإجراء المباراة أو لا. إذا ملي كنتكلموا على القوة القاهرة في القانون ديال كرة القدم السي عبد الكبير بولحجار، واش كنقصدوا بها هاد الامور الظروف الطبيعيه، ولا كنقصدوا بها شي يعني شي قوى اخرى حنا ما كنعرفوهاش؟ يعني دابا حنا تنتكلموا على القوه القاهره، يعني الاغلب تيمشي البال ديالنا الامطار، او لا كاينه شي عاصفه ثلجيه او شيء من هذا القبيل. فبالفعل فبالنسبه للمباراه الرجاء اللي ذكرت لك، هو انه قبل بدايه اللقاء فلنفرض ان الحكم مثلا يعني بدا ما كانش هذاك الشيء وكان الملعب مزيان يعني من قبل فاش عاين الملعب بان ليه بانه ممكن انه يعني يبدا المباراه، فبدا المباراه عاد ولات هذه الامور هذه
فبامكان الحكم في اي لحظه من لحظات المباراه انه يوقف، يعني يوقف يعني اللاعب، ولا تنقولوا سيسبوندغ لو ماتش، يعني يتم ايقاف يعني المباراه الى تبين له بانه الملعب اصبح يعني كيشكل خطوره على اللاعبين، واصبح سير الكره في الملعب يعني ما بقاتش كتمشي بالطريقه العاديه ديالها، فممكن انه يعني يوقف المباراه. وهنا كاينه اجراءات اخرى تتخذ يعني من طرف الجهاز اللي هو مكلف يعني باقامه هذه المباراه. هنا كنهضروا على مباراه اللي تابعه الاتحاد الافريقي حسب قانون المنافسه وما ينص عليه. بالنسبه للسؤال ديالك بالنسبه للقوات القاهره، فكاين قانون المنافسه بالنسبه للمغرب كيحدد هاد الظواهر هذه كامله. مثلا في البند 25 كيهضر على المباريات التي تجرى ليلا، وكيقول لك بانه اذا كانت المباراه ملعوبه ليلا ف يعني وكان هناك انقطاع للتيار الكهربائي، فالحكم عنده الحق انه يتسنى 45 دقيقه لاصلاح هذاك العطب، وديك 45 دقيقه الى فات صافي كيوقف المباراه، يوقف المباراه ويدلي ويدعمها بالتقرير يعني المصالح اللي هي مختصه في هذا الشان هذا. وديك 45 دقيقه تقدر تكون ولو متقطعه، يعني ممكن انني لعبت فضوا المره الاولى وقفت كرونو دازت واحد 10 دقائق شعل الضوء عاود اللعب، جات من بعد مثلا تفضوا ثاني جات واحد 30 دقيقه اخرى ديال الضوء بقى طافي كنعاود اللعب، احنا وصلنا 40 دقيقه، يقول لك 45 دقيقه ولو متقطعه. فإلى فات 45 دقيقه والضوء ما بقاش شعل، فهنا الحكم ما عليه الا يوقف المباراه بصفه نهائيه ويدير تقرير للمصالح المختصه اللي هي كتعاود تبرمج هذوك يعني الوقت اللي ما تبقى من المباراه، كتعاود تبرمج في لو لوندوما يعني الغد او 48 ساعه على اقدر التقدير. هذا بالنسبه يعني للمواجهات اللي كتكون بالليل. البند 26 فكيهضر على حالات اخرى اللي هي تقدر تعتبرها لنا قوات قاهره، وهي الضباب الكثيف. فالضباب الكثيف حتى هو دابا حنا كنهضروا اثناء المباراه، اما قبل المباراه فالحكم فهو يعني كيشوف اذا بان الضباب الكثيف وكثير وصل الوقيته ديال بدايه المباراه، فهنا ما كتجراش المباراه نهائيا. اما ملي كتكون بدات ولعب الحكم عاد من بعد تبين له بانه جا واحد الضباب اللي هو كثيف جدا اللي ما يخليش انه كتنعدم فيها الرؤيه، لا بالنسبه للجمهور ولا بالنسبه للاعبين ولا حتى بالنسبه للحكام. فانا التست اللي كيدير الحكم وهو كيوقف لاسيستون في البيكي دو كوان ديالو هنا، والدوزيام اسيستون كيوقف في البيكي دو كوان الاخرى، وكيشوفوا واش كيشوف لاسيستون الزميل ديالو اللي في البيكي دو كوان الاخر ام لا. اذا كانت هذه الرؤيه ما كتبانش فهنا الحكم يعني كيوقف المباراه. وهذه المساله ديال الضباب الكثيف نفس يعني التوقيت اللي عطيناه الاناره معطي الضباب الكثيف، وهو 45 دقيقه كذلك ولو متقطعه. هذا بالنسبه للضباب الكثيف. بالنسبه للماده 27 والبند 27 وهو يعني لا نبراتيك الا براتيك لي تيغان، يعني الملعب هل هو صالح للاعب ام لا. فدائما كنقولوا ديما يعني الحكم هو له الصلاحيه في هذا الامر هذا، سواء من تجهيزات الملعب، من كنقولوا تجهيزات يعني مثلا يعني البارات كنقولوا يعني نعم المرمى مثلا شي واحد خاص عواج ولا شي واحد ما كاينش ولا شي حاجه، يكون كل الملعب مطابق للماده واحد ولا 13 واش كاين او لا، ولا لابطونس ديال الشباك. بالنسبه لقانون المنافسه حنا راه امبوزي الشباك، كاينه الشباك اذا ما كانش الشباك في المغرب ولا ما كايناش الشباك، ولا بالنسبه لي موفيز كونديسيون اتموسفيريك يعني ملي كيكون الاحوال الجويه ما كتناسبش حتى هي، يعني كتكون الشتاء اللي هي كثيره ولا عواصف ديال الثلجيه، ولا كيقلنا الضباب الكثيف
اللي كيمنع يعني الرؤيه الواضحه. كل هذه الامور هذه كيشوفها الحكم. بالنسبه يعني لابوي كنقولوا كنشوفوا الملعب، ملي كنهضروا على الشتاء كنشوفوا الملعب كيفاش داير والكره واش ممكن تمشي. نعم. تمشي في هذيك لان دابا ولاو الملاعب اللي هي يعني صناعيه فما كتاثرش فيها نعم. يعني الامطار، كتكون الكره كتمشي جيد. عاديه. جيد. السي عبد الكبير بوالحجار غتبقى معنا، غنوصلوا معك الحديث على هذه المعطيات كذلك اللي كتهم القوه القاهره في كره القدم. غنتوقفوا لحظه مستمعين الكرام مع فاصل اعلاني على غادي بلوس، ونعود لكم لنواصل برنامج صدى الملاعب. Radio Plus. En cette période de crise sanitaire, nos entreprises doivent s'adapter pour offrir à leurs salariés un cadre de travail sécurisé. Pour tous les postes qui le permettent, le télétravail est fortement encouragé. Une réorganisation par équipe est conseillée, accompagnée d'un aménagement des horaires. Une prise de température avant chaque entrée dans l'entreprise. En plus d'une mise à disposition de masques en continu, l'employeur doit s'assurer du changement toutes les 4 heures. Suffisant de travail, le lieu et les outils de travail doivent bénéficier d'une désinfection régulière ainsi que d'une aération optimale. Un affichage des mesures de sécurité doit être présent pour éviter tout oubli de la part des employés. Une distance de sécurité doit être gardée en toutes circonstances. Pour favoriser cela, les postes de travail doivent être espacés. Un marquage au sol ainsi que des barrières physiques doivent être mises en place. Le personnel de restauration assigné aux zones de réception, de cuisson et de préparation doit obligatoirement porter des gants. Tout contact direct avec des aliments comme le pain ou les fruits est strictement interdit. En cas de transport du personnel assuré par l'entreprise, une désinfection totale de l'ensemble du véhicule de transport doit être faite après chaque voyage. De plus, un nettoyage en profondeur de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule au minimum 2 fois par semaine. En cas d'apparition de symptômes chez un employé, appelez les numéros mis à disposition par les autorités sanitaires. Nettoyer et désinfecter le poste de travail et, si le cas est confirmé, établir une liste de contacts et procéder au nettoyage et à la désinfection de l'ensemble du site selon le protocole des autorités sanitaires. صدى الملاعب كل سبت وأحد مع شرف القبلي. ونواصل برنامج صدى الملعب مستمعينا الكرام دائما على غادي بلوس مراكش في هذه الحصة المباشرة. نعود إلى الحكم الوطني السي عبد الكبير بوالحجار وكذلك عضو اللجنة الجوية للتحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم. كان حديثنا في البداية السي عبد الكبير بوالحجار حول القوة القاهرة من منظور ديال مشرع كرة القدم وقوانين كرة القدم. الآن السي عبد الكبير بوالحجار كاينه نقطة أخرى يعني اللي يمكن قليل فاش كتوقع، وأنه وهذه وقعات خصوصا في المباريات ديال عصبة الجنوب لكرة القدم. يعني شفنا مثل هذه الحالات في واحد العدد ديال الملاعب اللي ربما كتكون معرضة للأمطار، كتكون غير صالحة أصلا لإجراء مباريات، ولكن كنعرفوا أن الظروف ديال الأقسام الشرفية كتحاول تكون يعني فيها غير بعض الشروط اللي بينها الشروط ديال السلامة ديال اللاعبين والحكام. النقطة اللي هي مطروحة هو مثلا عندنا مباراة ديال كرة القدم يعني تلعبات مثلا تلحدود الدقيقة 79 توقفت نظرا لأن كاين الأمطار غزيرة والكرة لم تعد يعني كتمشي بشكل جيد في الملعب كما تنقولوا. توقفت المباراة، دار واحد التقرير وتم يعني في آخر المطاف بأن اللجنة اللي هي غتعين هذه المباراة وهذه التقارير لا ديال الحكم ولا ديال المندوب كتقول بأن المباراة يجب أن تستكمل أو تستأنف. واش غتستأنف بمعنى أنها غتبدا من البداية أو لا غتكمل في الدقيقة اللي بدات منها السي الكبير؟ بالفعل بالنسبة لقانون المنافسة ما غفلش هذه المسألة هذه. فهو كيقول لك بالنسبة لقانون المنافسة كيقول لك لا رونكونت غادي تكمل لو لوندومان، يعني بالتوقيت اللي بقى لها واخا بقى فيها 10 دقائق غادي تكمل لو لوندومان، على اساس ان الفريق المستقبل هو اللي كيتحمل
المصاريف ديال الفريق الجزائر يتحملها كامله. دونك لو لوندومان الا كان شي قرار اخر من الجهات اللي هو وصي على هذه المنافسه، ممكن ان المباراه تجرى يعني اقصى اجل وهو 48 ساعه. هذا هو اللي كاين في قانون المنافسه. وكي قلنا بانه الا بقات المباراه بقات فيها مثلا واحد 30 دقيقه فكتكمل هي ديك 30 دقيقه فقط، يعني ماشي كنبداوها من الاول. جيد. اذا واش غير يعني للتاريخ السي عبد الكبير، واش ما عمر كانت شي حاله ديال شي مباراه معينه بقات فيها دقيقه ولا جوج دقائق وتلعبات في هذاك الوقيته، مثلا تنقولوا الدقيقه 88 87 بقى والو تسالي؟ واش هذه القضيه وقعت شي مره او لا دائما يعني في حالات قليله؟ لا، ما كنظنش انها تكون وقعت. كتسمعني سي شرف؟ نعم تفضل سي الكبير. فبحال هذه الحالات كيكون شويه الذكاء ديال الحكام وديال الحكم بصفه خاصه. فانا عندي انا بواحد المباراه في الدقيقه 89 فممكن انني نكمل هذيك 4 دقائق اللي بقات، ولا يعني الى ضفنا الوقت بدل الضائع. ما كنظنش. في الغالب كتكون المباريات اللي كتوقف يعني في وسط المباراه ولا في البدايه ديالها، يعني في الشوط الاول او في الشوط الثاني. اما ملي كتكون انا كنقولها غير كجيستيون دو ماتش بالنسبه للحكم، ملي كتبقى المباراه يعني بقات فيها دقيقه او جوج فتيحاول انه يكملها وصافي. اللي كتبقى ليه الصلاحيه كيف قلنا داكشي علاش المشرع عطاه ديك الصلاحيه ديالو انه ممكن يوقف ولا ما يلعبش المباراه نهائيا كاع. كاين واحد نقطه اخرى السي عبد الكبير، هو مثلا يعني في السابق كانوا المباريات ديال كره القدم بالجمهور، طبيعه الحال مع الظروف الوبائيه الجمهور ما تيكونش حاضر، ولكن في بعض المباريات كنشوفوا الجمهور كيستعمل دوك الاشهب الاصطناعيه، كيستعمل واحد المجموعه ديال الوسائل ديال التشجيع اللي كتخلي واحد الضباب كثيف في الملعب. وشفنا حالات ديال المباريات اللي كان فيها واحد الوقت طويل. واش هنا ما يمكنش الحكم انه يوقف المباراه بشكل نهائي نظرا لانه كاين هذا العامل اللي هو عامل بشري ماشي عامل طبيعي؟ ولو هو عامل بشري، فملي كنجيو نيت للبند 28 اللي ما هضرناش عليه، وهو المسائل اللي هي امنيه، كتكون شويه امنيه بحال لونفايسمون تيران باغ اكزومبل. فانا الحكم يعني كيعطي الوقت لهذوك الناس مثلا الى عندهم الوقت باش يخرجوا ذاك الجمهور اللي دخل باغ اكزومبل، عندهم الوقت وطلبوا يعني باش يكتفوا رجال الامن يعاودوا المنادات عليهم، يعني الناس باش كنقولوا حنا باش يتقوى ذاك رجال الامن تما. الى تبين للحكم بانه ممكن انهم السيطره على الوضع فكيخرجوا الجمهور وتيكملوا المباراه. الى تبين له من ناحيه علميه بانه راه من الصعب على ديك المباراه انها تكمل، ومن الصعب على ذاك الجمهور انه ممكن يخرجوها وهذا، فهنا كيوقف المباراه. بالنسبه لهذه المساله اللي قلتي ديال الشوب الاصطناعيه، وقعات بزاف بالنسبه ملي كانت المباريات بالجمهور، وكنعرفوا دابا الجمهور تبارك الله بوسائل التشجيع ديالو بالتيفويات يعني بهاد يعني الشهوب الصناعيه اللي ولات عندهم تيطلقوها، فكيولي الملعب كله ضباب. فالحكم كيوقف، تعرف بان هذيك مساله غادي تدوز واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق، تيوقفها وتيشير لها في التقرير ديالو بانه راه تم يعني توقيف المباراه لمده كذا كذا، لانه الجمهور يعني كان دوك الشهوب الاصطناعيه اللي خلات الرؤيه منعدمه في الملعب. وكيف قلنا كنرجعوا بحال داك الضباب الكثيف، ماشي بالضروره الضباب يعني ديال يعني لي زانتومبيغي يعني الحالات الجويه، وانما ضباب اللي هو من عند الجمهور، فينطبق عليه نفس الشيء بالنسبه يعني للضباب. نعم. كذلك سبب كبير في هذه النقطه ديال القوه القاهره. بعض الملاعب كتكون المباراه ملعوبه، كتجي مثلا شي عاصفه رعديه كتكون محمله بالامطار او لا كتكون امطار غزيره، واذا بخطوط المحدده للملعب ما كتبقاش، خصوصا ان هذه المساله كتوقع في الملاعب اللي هي ما فيهاش امكانيات ترابية. نعم ترابيه مطربه. شنو التدخل ديال الحكم؟ شنو ممكن الحكم يدير في هذا الامر، خصوصا الكره ما بقاش كتبان، يعني الخطوط ما بقاش يبانوا للكره على مستوى الركنيات وخط التماس؟ ففي هذه الحاله هذه السي شرف بانه الحكم يعني تيوقف المباراه، لان ما يمكنش ماشي تيوقف المباراه، تيوقفها مؤقتا، لان ما يمكنش يستمر وهو ما عارفش خطوط الملعب، واش خرجت الكره، واش الخطا وقع داخل مساحه الجزاء ولا خارج مساحه الجزاء. فانا كيامر
يعني تيشوف بعدا الشتا واش ممكن توقف او لا، فكيصبر واحد اللحظه ملي الا توقف المطار باغ اكزومبل كيامر الفريق المستقبل انه يعاود التراساج ديال الملعب، وفور انتهاء من هذا التراساج فانه فاش يستأنف المباراه. الا تبين ليه بانه من الصعب يعني او من المستحيل انه يدار تراساج على اساس انه الامطار لا زالت قويه، ففي هذه الحاله ما عليه الا توقيف المباراه ويعني يدير تقرير في الموضوع يعني الجهات اللي هي معنيه. نعم، اذا من خلال هذه المعطيات السبب الكبير بوالحجار كنعرفوا بان الحكم الان هو صاحب القرار، ويمكن هذا هو اللي وقع في المباراه ديال الرجاء وتنغيت. يعني كان الحكم هو سيد القرار، يعني شاف بان المباراه ممكن تلعب، ورغم انه كجمهور كمتتبعين كاعلاميين ان صراحه الملعب غير صالح بتاتا لاجراء هذه المباراه السبب الكبير. تماما. نتذكروا واحد الحاله اللي هي كانت هنا في المغرب، وهي كاس العالم للانديه كاع اللي منظمه من طرف الفيفا. فكيف شفتوا كان الملعب ديال الامير مولاي عبد الله، وبالرغم من ذلك فالمباراه كملات وكذا. فبعض المنظمين كيفضلوا ان المباريات تلعب على انها توقف، او لان هذا يقدر يخلق واحد الخلل بالنسبه للمسابقه اللي هي منظمه من طرف هذاك الجهاز فقط. جيد. وطبيعه الحال كيبقى الهاجس ديال المنظمين هو اتمام المسابقه كيف ما كانت الاحوال السبب الكبير. تماما. ماشي على ظهر القانون، انما كاين القانون وكاين امورات اللي تيخليو فيها الاجتهاد للحكم. بحال هذه المساله هذه تيقول لك له الصلاحيه، عنده الصلاحيه يقول لك الا قال لك ام براتيكابل راه ام براتيكابل، قال لك راه براتيكابل راه غادي تلعب غادي تدخل تلعب، وانت كفريق ما من حقكش انك تقول لا. الا قال الحكم مثلا راه غير صالح للاعب وتقول لي لا ما صالحش، ما عندكش الحق، لان الصلاحيه كتبقى دائما للحكم. جيد. اذا السي عبد الكبير بوالحجار الحكم الوطني السابق في كره القدم وعضو اللجنه الجويه للتحكيم بعصبه الجنوب لكره القدم، مكون كذلك للحكام على مستوى العصبه. شكرا لك على كل هذه التوضيحات اللي في اعتبار المستمعين الكرام ديالنا ضمن برنامج صدى الملاعب على راديو بلوس. ومن خلالك كنحيي جميع الحكام ديال عصبه الجنوب لكره القدم والحكام الوطنيين والدوليين، نتمنى لهم ان شاء الله حظ موفق، وحنا غنواصلوا بطبيعه الحال